جزر القمر دولة كتعيش فوق البركان. وشنو السر ديال النجمة الرابعة في الراية ديالهم؟ وشنو علاقة جزر القمر بعطر شانيل؟ وشنو هي القصة ديال السلطان الفرنسي الأبيض اللي حكم جزر القمر ورونها؟ وعلاش سمى المنتخب القمري بلي سيلاكان؟ غنبداو القصة ديالنا بشيء زوين بعدا. إلا دخلتي جميع المواقع العالمية وسولتي شنو هو أكثر عطر مبيعا في العالم غادي يطلع لك العطر ديال شانيل نيميرو 5. ولا دخلتي وشفتي شنو أكثر أغلى السوائل في العالم غيطلع لك عاوتاني شانيل نيميرو 5. ولا قلت لك أنا الزهرة الأساسية ديال هذا العطر شانيل نيميرو 5 ما جاتش من فرنسا. كيفاش؟ هاي هالشري، وانما جات من التربه ديال جزر القمر، او كما كيسميها البعض جزر العطور. هاد الدوله الصغيره اللي هي جزر القمر اكبر منتج لزهره إيلانغ إيلانغ. هاد الزهره الصفراء اللي السميه ديالها غريبه شويه، اللي دايره بحال النجمه ديال البحر، كتعتبر كنز في عالم العطور. وكثرت ما هاد الزهره حساسه، فراه خص القطف ديالها يكون يدوي وماشي بالالات. ولا بغيتي تقطفها خاصك تجي ليها في الصباح بكري قبل الطلوع ديال الشمس، قبل ما تبخر هذوك الزيوت العطريه اللي كيكونوا فيها. وتخيل ان هاد المزارع اللي كيزرعوا هاد الزهره ديال إيلانغ إيلانغ خاصو يقطف الالاف ديال الزهور باش يقدر يحصل على لترات قليله من الزيت ديال هاد الزهره هذه. والمفارقه المؤلمه هو ان هاد الزيت هذا كيتباع باسعار خياليه في اوروبا، وكيدار في عطور اللي كتباع بمئات الدولارات. ولكن المزارع القمري كيشيط ليه غير الفوتات. وجزر القمر ما معروفاش غير بزهره إيلانغ إيلانغ، وانما معروفه حتى بالفانيلا والقرنفل. وهاد ثلاثه المنتجات هما اللي كيشكلوا الاقتصاد الرئيسي ديال جزر القمر، ولكن مع الاسف ما كافيينش باش تشكل بهم دوله واقتصاد ديالك يكون قوي، لان تقدر تجي غير عاصفه ولا اعصار مشاو لك النباتات مشى لك كلشي. وهذا الشيء اللي مخلي جزر القمر من افقر الدول في العالم. جزر القمر جات في القلب ديال المحيط الهندي ما بين مدغشقر والساحل الشرقي ديال افريقيا. الا شفتيها من الفوق كيبان لك فيها 4 ديال الجزر: جزيره القمر الكبرى، انجوان، موهيلي، وجزيره مايو، بالاضافه للعشرات ديال الجزر البركانيه الصغيره اللي محسوبه على جزر القمر. وخا دوله صغيره ولكن الموقع ديالها استراتيجي خليها من اهم الطرق التجاريه البحريه في العالم. اما جزيره القمر الكبرى فهي اكبر جزيره في الدوله، وشنو فيها واحد من انشط البراكين في العالم واللي هو جبل كارطال. وهذا الجبل عنده اكبر فوهه من الفوهات البركانيه في العالم. وهذا الجبل هذا دائما كيصيفط التحذيرات ودائما كيثور بشكل دوري الى ان الناس باقيين ساكنين حداه ودايرين بذاك البركان. لحقاش كما ذكرنا في فيديو سابق ان التربه البركانيه هي اخصب تربه كاينه في العالم، يعني اي حاجه زرعتيها فيها كتطلع لك على اعلى مستوى. داكشي علاش الناس ديال هذه الجزيره متشبتين بالارض وباقيين ساكنين حدا البركان رغم الخطوره ديالها. غتقول لي منين جات هذا الاسم ديال جزر القمر؟ الا غتقول لي الشكل ديالها كيشبه القمر، لا، وانما الروايه كتقول بان العرب ملي جاو لجزر القمر في الاول انبهروا بواحد المشهد، انه في الليل ملي كيكون ضوء القمر مضوي الشواطئ ديالها كيبانوا بيضين وكيعطيو واحد الجماليه، وما عندهم الرمال بيضاء، وتما سموا عليها العرب جزر القمر. حتى الاسم ديالها باللغه الاجنبيه كومورس، مشتق من العربيه قمر. اما هما واش عرب ولا افارقه؟ فرا دخلتي للعاصمه موروني غادي يبان لك الناس مختلطين، كيشبهوا شويه العرب وشويه كيديو الافارقه. علاش؟ كما قلت لكم في الاول ان جزر القمر من اهم الطرق التجاريه البحريه، فوصلوا لها الافارقه، وصلوا لها العرب من اليمن وعمان، ووصلوا لها فارس، ووصلوا لها مؤخرا الاوروبيين. داكشي علاش اختلطت الدماء تما وتشكلت الهويه القمريه. ولكن حافظوا على الديانه ديالهم اللي هي الديانه الاسلاميه، يعني الدين والاسلام عندهم ماشي غير دين تم، وانما هويه وطنيه. ولكن اللغه ديالهم ماشي العربيه وماشي حتى الفرنسيه، وانما كيتحدثوا باللغه ديال الشيكوموري، هي لغه سواحليه متاثره شويه بالعربيه. مثلا الا بغيت نقول لك زيدك هذه بالشيكوموري غنقول لك اونغيزا هاي. امشي شوفها، غنبدا ندير فيديوهات للناس ديال جزر القمر. ولكن اغرب عاده في جزر القمر هو الزواج الكبير. واش كتعرفوا هاد الناس ديال جزر القمر شحال كيقدسوا العرس؟ انا نشرح لكم كيفاش كيدير. في جزر القمر ملي كيبغي شي واحد كيتزوج كيدير زواج ديني بسيط عادي، ما كيديرش العرس. كيبقى يجمع الفلوس هو والزوجه ديالو من 10 سنين حتى ل 20 عام. علاش؟ باش يدير واحد العرس اللي كيتسمى بالزواج الكبير، اللي عندهم في الثقافات ديالهم العادات ديالهم ضروري هذاك الزواج الكبير. وكيفاش داير هذا الزواج الكبير؟ خاصك سيمانه او 2 الاسابيع، وما كاين على المواكب والرقصات وكل وشرب نعم سيدي، والولائم الضخمه اللي كيحضروا لها تقريبا جميع الناس ديال القريه. يعني كل شخص يعرفك بانك تزوجتي، وكل شيء ياكل ويشرب، وفيها الذهب نعم سيدي والملابس التقليديه الفاخره، وكيقدر يكلفهم العشرات الالاف ديال اليورو، واكثر من المدخول السنوي ديال معظم الناس ديال جزر القمر. هذا الزواج الكبير اش غيعطيه؟ غيعطي للزوج مكانه اجتماعيه، وغيعطيه اللقب ديال رجل القوم، وغيسمح لهذا الجواز الكبير انه يجلس مع كبار القوم والشيوخ في المجالس، ويتدخل في القرارات المحليه ديال القريه الا كان داير هذا الزواج الكبير. والغريب في الامر اللي لاحظوه الناس ان الاسر فقيره تما في جزر القمر شحال كيبقاو يجمعوا باش يديروا هذا العرس الكبير. شكون هو السلطان
السلطان الابيض اللي تسبب في 20 انقلاب لجزر القمر. القصه ديالنا غتبدا في 1975. جزر القمر خدات الاستقلال ديالها من فرنسا، فرحانين كلشي مزيان، درنا رايه جديده، درنا نشيد وطني جديد. ولكن مباشره من بعدها بشهور قليله تمت الاطاحه باول رئيس ديال البلاد اللي كان سميتو احمد عبد الله، والانقلاب اللي داروا علي صويلح. ولكن شكون ورا علي صويلح؟ واحد الاسم غريب ديال واحد السيد اللي سميتو بوب دينار. هذا السيد هذا من الجيش الفرنسي، واللي في الاول حطوه غير باش يساعد على الانقلاب، ولكن غيندمهم وغيولي من بعد هو صانع الرؤساء. ومن هذيك اللحظه دخلت جزر القمر اكثر من 20 انقلاب في ظرف 40 سنه، وبهذا كتكون حطمت الرقم القياسي العالمي. تخيل معنا اقل من عامين كيوقع انقلاب، وكان دائما وراء الستار وراء هاد الانقلابات كيكون هاد بوب دينار. وشكون هو هاد بوب دينار؟ الاسم ديالو الحقيقي جيلبير بورجو، هو ضابط سابق في البحريه الفرنسيه، وكان في الحرب ديال الهند والصين، وايضا كان في الجزائر، ومن بعد غيتحول وغيولي من اشهر المرتزقه في القرن العشرين. فين ما كان شي انقلاب كيصيفطوا هاد الديب هذا. شارك في الانقلاب ديال الكونغو، شارك في الانقلاب ديال انغولا، وشارك في الانقلاب ديال اليمن وفي روديسيا وحتى البنين. ولكن فين لقى الهوته هو في جزر القمر، ما بقاش باغي يرجع ليهم. هي في 78 ملي غادي يمشي وغادي يطيح بالرئيس اللي سميتو علي صالح، وغيرجع الرئيس اللي كان الاول اللي كان سميتو احمد عبد الله، وغيولي بوب دينار هو قائد الحرس الرئيسي، وعاطينه 500 شخص تحت الامره ديالو. وواخا جزر القمر كان عندها رئيس، الا ان بوب دينار هو اللي كان كيتحكم في كل شيء، وكيقولوا بانه اعتنق الاسلام وسمى راسو المحجوب. كيفاش؟ يا شريف سمى راسو سعيد مصطفى محجوب، وكيقولوا بان الاسلام ديالو كان غير تمثيل باش يبقى في الناس ديال جزر القمر ويثقوا فيه، وتزوج بقمريات ولو عنده املاك في جزر القمر. ولكن في سنه 1989 غادي يهرب لانه غيتقتل واحد الرئيس وغادي يشكوا فيه، ولكن غيعاود يرجع عاوتاني في 1995 على متن واحد السفينه وجاب معاه شي 35 واحد وسيطر على العاصمه موروني، وعاوتاني يعلنوا على تغيير السلطه. ولكن هذه المره فرنسا ما عجبهاش الحال وقررت على انها تدخل، وداروا حمله عسكريه وشدوا الكباك المحجوب او لابوب وداو اعتقلوه في فرنسا. وهذه كانت قصه السلطان الفرنسي الابيض اللي تسبب في انقلابات كثيره في جزر القمر. شنو القصه ديال الرايه ديال جزر القمر؟ الا لاحظتوا الرايه ديال جزر القمر فيها هلال وربعه ديال النجوم، وفيها 4 الالوان، كل نجمه ولون كيرمزوا الجزيره، جزيره القمر الكبرى، جزيره انجوان، وجزيره موهيلي ومايور. ولكن الا مشيت لجزر القمر غتلقى بان الحكومه كتسيطر فقط على 3 ديال الجزر، والجزيره الرابعه مالها؟ هذيك الجزيره الرابعه اللي جزيره مايوت هي اكبر ازمه جيوسياسيه كاينه في المنطقه. باختصار من استقلت جزر القمر من فرنسا داروا لهم استفتاء، 3 ديال الجزر قال لك اسيدي بغينا استقلال، وجزيره وحده قالت لك اسيدي انا بغيت فرنسا. ايوا هكا استقلت الدوله ب3 ديال الجزر وبقات جزيره لفرنسا. بطبيعه الحال فرنسا دائما خاصها تخلي صبعها في اي منطقه مشات. والمفارقه العجيبه هو ان جزيره مايوت دابا كتعتبر مقاطعه فرنسيه بحال دوله اوروبيه، والواعره هو انه الدراري ديال جزر القمر كيحرقوا من هذوك الجزر الثلاثه، كيحرقوا من جزيره مايوت باش تولي عندهم الجنسيه الفرنسيه. علاش تسمى المنتخب ديال جزر القمر بالسيلاكان؟ قصه رائعه ورا هذا الاسم هذا. الفتره طويله العلماء اعتقدوا ان واحد السمكه سميتها سمكه سيلاكانت انقرضت مع الديناصورات، يعني قبل 75 مليون سنه، والدليل على هادشي هو انهم كانوا كيشوفوها في الحفريات داخل الصخور. ولكن في القرن العشرين غتوقع واحد المعجزه. سنه 1938 غادي يتم العثور على اول سمكه سيلاكانت فين؟ في السواحل ديال جنوب افريقيا. وفي 1952 واحد الصياد من جزر القمر غادي يصيد هاد سمكه السيلاكانت، ومن الخمسينيات حتى للتسعينيات غيبقاو يطلعوا الصيادين بزاف هاد السمكه ديال السيلاكانت اللي بطبيعه الحال كتعيش في اعماق البحر. وفي هذه الفتره دائما كيجبدوها من حدا جزر القمر، والصحف العالميه ربطات الاسم ديال هاد السمكه الاسطوريه بجزر القمر، ومن هنا جا اللقب ديال المنتخب جزر القمر لي سيلاكانت. اما اللي بغينا ندويو على الطبيعه ديال جزر القمر فرهي مليئه بالغابات الاستوائيه والمنحدرات البركانيه، وفيها حيوانات غريبه، وكتعيش فيها كائنات اللي ما غتلقاهاش في بلاصه اخرى. ومن بينها حيوان الليمور النمس اللي هو واحد من نوعين فقط من الليمورات اللي عايشين خارج مدغشقر، وكيعتقدوا بان البحاره والمهاجرين هما اللي جابوه معاهم من مدغشقر في الرحلات ديالهم، واستقر في جزر القمر وكيلعب دور مهم في الغابات ديالهم هذا الليمور، بحيث انه كيلقح الاشجار وكينشر البذور. وإلا مشيتي لجزر القمر غتلاحظ الخفافيش العملاقه، غتلقى فوق منك كيطير الخفافيش ديال الفاكهه العملاق، واشهرهم هو خفاش ليفينغستون اللي نادر. هذا الخفاش هذا اللي كيعيش فقط في جزر القمر. تخيل معنا الطول ديال الجناحين ديالو اكثر من متر ونصف، عملاق معلم. اما في البحر فرات السواحل ديال جزر القمر مليئه بالشعاب المرجانيه، وفيها الالاف ديال الانواع ديال الاسماك الملونه، وكدوز منها حتى السلاحف البحريه ملي كتبغي تحط البيض ديالها. هنا كنوصلوا للنهايه ديال القصه ديال دوله جزر القمر. مليون في الصعيدين غتبارك جزر القمر لعبه هذا المنتخب، غتولي تعرف عليها معلومات كثيره. ودابا جا الدور ديالكم في التعاليق كتبوا لي شنو هي اكثر معلومه صدماتكم على جزر القمر. وزيدك.